السلام عليكم. قبل ما أبدأ الوصفة النهاردة ياريت ما ننساش نحط اللايك والشير. ولو أول مرة تشوفي القناة أتمنى تشتركي في قناتي مطبخ ياسمين رجب. النهاردة هعمل معاكم وجبة سهلة جدا مناسبة لفصل الصيف وللحر. كلنا في فصل الصيف ما بنقدرش نقف فترات طويلة جوه المطبخ، وفي نفس الوقت عايزين نعمل وجبات سهلة وتكون خفيفة على المعدة وما بتاخدش وقت خالص في تحضيرها. هعمل معاكم سلطة من أحلى السلطات اللي ممكن تجربوها، وهقولك ممكن تستبدلي الفراخ بإيه. ولو بتقضي وقت طويل برا وبتشتغلي ممكن تاخديها وجبة معاكي. ولو أولادك بيروحوا النادي ممكن تديها لهم وجبة، بتبقى وجبة متكاملة، أوفر وأنضف كتير من الأكل اللي بيشتروه من برا. يلا نسمي الله ونبدأ الوصفة. هنجيب صدور من الفراخ تكون متقطعة سميكة. هنبدأ نجهز التتبيلة، عبارة عن ربع كوباية من زيت الزيتون، ممكن تستبدليه بزيت الذرة أو زيت دوار الشمس، وربع كوباية من عصير الليمون، ومعلقتين كبار من الصويا صوص. الصويا صوص اللي بستخدمها هي الصويا صوص الخفيفة، مش الغامقة اللي هي بتبقى مكتوب عليها صويا صوص فاتحة. بعد كده هننزل بقى بمعلقة كبيرة من العسل الأبيض، والبهارات اللي استخدمتها ملح وفلفل أسود وكزبرة وكمون وبهارات الفراخ. هنسيب الصدور بتاعتنا في التتبيلة أقل حاجة 4 ساعات، والأفضل كمان لو تسيبيها ليلة كاملة. بعد كده بقى هنجيب رغيف من العيش الفينو، انا بستخدمه لازم يكون بايت بيبقى افضل، يعني اي عيش فينو بايت عندك ممكن تستخدميه في الوصفة دي. هنبدأ كده نفتح الرغيف نصين، وهنجيب فص من التوم كده وهنبدأ نمسح بيه على الرغيف، وهجيب معلقة من الزبدة مسيحاها وهدهن بيها الرغيف، وهقطعه مكعبات وهدخله الفرن لحد ما يتحمص. مش قادرة اقول لكم بيبقى طعمه حلو جدا. يعني لو عندك كمية من العيش الفينو لو عملتي بيها الطريقة دي الولاد هيحبوه جدا، وبيبقى سناك حلو قوي. بعد كده هنجيب الصدور بعد ما قعدت في التتبيلة 4 ساعات، وهنبدأ بقى نشويها. ممكن تشويها على الجريل أو في القلاية الهوائية لو متوفرة عندك، أو لو عندك شواية بالكهرباء. هنا الفراخ بعد ما استوت معانا هنبدأ نقطعها شرايح. عايزة أقولك إن كمان ممكن تستبدلي الفراخ بلحمة برضو، هتتبليها وتشويها بنفس الطريقة كده. وممكن كمان تستبدليها بالجمبري، بتبقى حلوة جدا. هتجيبي الجمبري برضو وتقشريه وتتبليه وتشويه على الشواية وتستخدميه في السلطة دي. بعد كده بقى هنجيب الكابوتشي ونقطعه كده شرايح رفيعة. هنجهز بقى الدريسنج اللي هنحطه على السلطة، عبارة عن زيت زيتون ومستردة وكاتشب ومايونيز. انا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. ورشة من الملح والفلفل الاسود ومعلقة من الخل. هو ده الدريسنج اللي هنحطه على السلطة. ممكن كمان تضيفيله فص من الثوم المطحون، بيبقى طعمه حلو جدا. بعد كده بقى هنجهز الطبق بتاعنا. انا بشرت على الكابوتشي بشرت جزراية. ممكن بقى تضيفي طماطم، ممكن تضيفي خيار، ممكن يعني تضيفي حاجات كتير جدا على السلطة دي عشان تبقى وجبة كاملة ومتكاملة. بعد كده بقى حطيت الفراخ عليها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وزينتها بالعيش اللي احنا حمصناه مع بعض في الفرن. بعد كده هنبدأ بقى نحط الدريسنج عليها. ممكن نحط الدريسنج ده في طبق لوحده على جنب، وكل واحد يضيف الكمية اللي بيحبها. يا رب النهاردة الوصفة تكون عجبتكم.